السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفوني أنا بسمة كمال. النهاردة هنعمل فطير الفلاح اللي على أصول أجدادنا زمان. المقادير: معانا كيلو من الدقيق، معلقتين من السكر، نص معلقة صغيرة ملح، ومعانا من 600 ل 630 جرام مية حسب نوع الدقيق، بس لازم نكون شغالين بنوع دقيق قوي. ده هنا بعد التسوية فبوريكوا شكله وطراوته، بتبقى طالعة مقرمشة جدا من الفرن. أول ما بتنحط في الكيس بتطرى جدا وبتبقى طرية ومستوية تماما. أهم حاجة في التسوية بنسوي على نار هادية من تحت، بنعلى النار شوية من تحت ومن فوق على نار هادية. اول ما الفطيره تقب وتحمر من الجناب اعرف ان هي احمرت من تحت، نهدي النار من تحت ونبدا نعلي شويه الشوايه تاخد لون حلو وجميل معانا كده زي ما انتم شايفين. طول ما احنا شغالين ندور في الصينيه بتاعتي علشان تكون جميله زي ما انتم شايفين اللون الاحمر الجميل ده. متاح عندنا عمل جميع انواع الفطير، سمن بلدي وسمن نباتي. هنا كده احنا بنفرد الفطير بعد ما فردته على دي بالراحه الطبليه. الطريقة ديت صعب تلاقوها اليومين دولت جدا، فالطريقة ديت أحلى وأطعم وأنضف لقمة فطير هتاكلوها هي بطريقة عمل الفطير فرد على دقيق وتترح على الإيدين كده وتشدوا العجينة. بس أهم حاجة إن احنا بعد ما نعجن العجينة ونكورها نغلفها بالزيت ونسيبها تريح 10 دقايق قبل الفرد، وبعد ما نفردها ونغلفها بالسمنة نسيبها تريح ربع ساعة ونبدأ نسويها. ونسخن الفرن الأول قبلها مسبقا على درجة حرارة 180 ونحط على الشبكة اللي في النص. طبعا انا بسوي في الفرن اللي هو العادي جدا، دي سمن بلدي كده. بص الفطيرة معانا ما نسيبش حتة فيها من غير ما تكون مش متغلفة بالسمنة، لازم نغلفها كلها بالسمنة تماما علشان السمنة هي اللي هتدينا الطعم وهي اللي هتدينا التوريقة. يبقى العامل الأساسي في الفطير هي السمنة. ما ينفعش نقول الحتة دي مش ما اتعصيتش مش مشكلة، لا، لو ما اتغلفتش بالسمنة كويس الحتة اللي مش هيجي فيها سمنة هتبقى عاملة زي رغيف العيش، هيبقى كأنك بتاكل في لقمة عيش. فلا، لو لازم تتابعوا الخطوات. نعجنها ونسيبها تريح ونغلفها بالزيت ونغطيها كويس ونبدأ نفردها على دي، وبعد كده نروحوها زي ما واضح قدامنا في الفيديو، وبعد كده نغلفها بالسمنة ونبدأ نشد جميع الأطراف كده عشان نتأكد ان هي رقيقة زي ما انتم شايفين قدامكم، ما يكونش فيها حتة تخينة، وكل حتة ندهنها بالسمنة. ما نكبش كده بحاجة، لا، نعوز ايدينا، نكون غاسلين ايدينا كويس جدا، نعوز ايدينا ونعوز على الفطيرة كده، نطبطب كده على الفطيرة. بصوا زي ما واضح قدامكم مفيش حتة نمشيها من غير ما تتعوز سمنة، ما ينفعش الحتة اللي مش هيبقى فيها سمنة هيبقى كأنكم بتاكلوا في لقمة عيش. فانا عايزة اكل فطيرة متميزة، يبقى تابعوا الخطوات للآخر. بأمانة اللي هيجرب الفطير ده هيقول انا اول مرة اكل فطير فلاحي على اصوله، لان الطريقة ديت بطريقة ستي الله يرحمها وطريقة والدتي ربنا يديها طولة العمر يا رب. صعب انك تلاقي الطريقه ديت، لان كل اللي بيستاهل يعني بيشوف حاجه اسهل واسرع يعملوا يفرضوا على زيت. لا، تجربوا الطريقه دي هتدعوا لي كتير والله العظيم، وبتاخدش غلبة على فكره ولا بتتعبكم ولا حاجه، بس لما تتعبوا وتاكلوا لقمه نظيفه هتحسوا بالفرق طبعا في الطعم جدا. هنا طبعا زي ما واضح قدامكم كل طرف بنتنيه ندهنه بالسمنه، مش بندهن طرف واحد ونسيب الباقي، لا. بصوا انا عايزه اوريكم في كل الطبقات رقيقه زي بعضها، ايدي بتبان من تحت الطبقات، فلازم كل طبقه، بصوا في كل طبقه نطبقها نغلفها بالسمنه. نبدا نطبق التطبيقه التانية، لو عديتوا الطبقات هتلاقوها ما شاء الله اللهم بارك كتيره جدا. يعني في حد بيقول لي انت بتطبقي الفطيره 9 طبقات، لا احنا ممكن نطبقها اكتر من 9 طبقات، احنا لو عدينا هنخش لنا على 20 طبقه. بصوا بنشد الطرف اللي تحت عشان نتاكد ان كل طرف مدهون بالسمنه ويكون الطرف رقيق. بص انا شديتها ودهنتها شويه سمنه، هرجع افرد الطبقه اللي فوق واشد وافرد واحط سمنه زي ما واضح قدامكم في الفيديو كده. تابعوا الخطوات للاخر واعملوا بيها، والله والله صدقوني هتدعوا لي على لقمه الفطير اللي هتاكلوها. بصوا شايفين ايدي شفافه، باين جدا ان هي ارق من ورقه الجلاش، وحاجه اللهم بارك، حاجه بجد ما تقلقوش لو انقطعت منكم، كده كده هتتطبق ما تخافوش خالص. محتاجة منكم بس الدعوة الحلوة، وانا ببيع اوردرات لو حد محتاج اي حاجة تحت امركم في اي وقت. ده الرقم بتاعي للتواصل، واتساب، مكالمات، تحت امركم في اي وقت. بتمنى تعملوا لي متابعة على الصفحة علشان يوصلكم كل ما هو جديد، وشوفوا محتاجين وصفة ايه وانا هعملها لكم. من عيني لكم يا احلى اخوات في الدنيا كلها، لا اله الا الله.